هل للزوجة حق شرعي في منع زوجته من العمل؟ إذا كان متفق قبل الزواج على هذا الأمر أنها لا تعمل، وجب عليها أن تنفذ له شرطه. إذا لم يتفق ورأت أنها تريد أن تعمل لتزيد في الدخل كما تقول أو كذا أو كذا، أو أنها لها تخصص نادر من حضانة طفل، من طب أطفال، من تمريض، من هذه الأمور المباحة، فبها ونعمل، لأن في أعمال لا يصلح لها إلا النساء، لها متجر أو تخيط أزياء أو غير ذلك، أزياء طبعا غير عارية. لكن إذا عملت المرأة وابتز الرجل مالها فليس له ذلك، طالما متفق على أن يعني المرأة تعمل ولكن تشارك بجزء بالأريحية والاتفاق. لكن أن يمتص ويبتز كل مالها، أو هو يجلس في البيت يستريح وهي تذهب للعمل وتكد، هذا غير منطقي. فطالما أنه لم يتفق من قبل على أنها لا تعمل وذهبت لتعمل، فليس له أن يمنعها إلا بالنصيحة، إذا أدى هذا إلى التأثير على البيت، على الأولاد، تتعرض لإيذاء معين من في العمل أو غيره. هذه أمور يتفق الزوجان عليها بإذن الله. طيب.